السلام عليكم البنات. انا اليوم بغيت نصرح لكم واحد التصريح بعيد شويه على الميدان اللي انايا كنمارس اللي هو الطبخ. نقول لكم بانني انا عندي تجربه مع ستيريلي، وستيريلي كيهم بزاف النساء اللي كيبغيو يديروا تحديد النسل بستيريلي، ولكن تيخافوا منه بزاف لان السمعه ديالو شويه ماشي هي هذيك. يعني كنسمعوا دائما غير الحوايج السلبيه على الستيريلي، ولكن انا بغيت نقول لكم التجربه ديالي لانني 20 عام وانا كنديرو. في 20 عام راه ماشي سهله، تجربه كبيره بزاف. 20 عام ماشي ستيريلي واحد اللي درت ستيريلي الاول 5 سنين، ومنين سالت يعني المده ديالو ديال 5 سنين درت عاودتو ديال 5 سنين اخرى هي 10 سنين، ومنين سالت هذيك ال5 سنين درت واحد اخر ديال 10 سنين لانني كنت ما باغيش نولد، وراجلي نيت كانت عنده بنت وانا عندي ولد، فما بغيناش نعاودو نولدو. المهم قررنا هذا القرار، فدوزت 10 سنين اخرى به، يعني الثالث فيهم فيه 10 سنين، هي 20 عام كتجربه ديال ستيريلي. صراحه ما عمرو كان عندي شي مشكل نهائيا وابدا مع ستيريلي، يعني منين درتو ما عمرو كان عندي شي مشكل. هو الحاجه الوحيده اللي كيدير لك في الاول هو من يلاه تيركبوه لك كيكون كتجي لي راجل او العاده الشهريه مجهده بزاف، ومده شويه طويله تقدر توصل حتى ل 15 يوم، 10 ايام، 12 يوم، يعني كتديرونجي. ولكن ماشي شويه الصبر وكدوز واحد 3 شهور ولا 4 شهور وانتي كتكوني في هذيك يعني حق الشهر كتجيك او العاده الشهريه كتجيك بديك الطريقه. الا صبرتيها وصبرتي عليه صافي من بعد كيشد بلاصتو مزيان يعني وما تيبقى عندك حتى شي اشكال، تتولي الامور كلها عاديه كانك ما دايره حتى شي حاجه، لا ستيريلي لا هدي لا ديك، كانك يعني انسانه عاديه طبيعيه. و يعني كي غادي نقول لكم في العلاقه الجنسيه وداكشي ما كتحسيش به نهائيا، كانك ما دايره والو، كانك ما مدخلاتي شي حاجه للجسم ديالك، فكتهناي من دوك لي برودوي شيميك اللي كياخذوا لتحديد النسل، يعني لي بيلول او دوك الكينات اللي كيشربوا الناس باش يحبسوا يعني ما يولدوش وهذا ما يطيحوش في الحمل. فبزاف اللي منهم اللي تمرض لها المعده، اللي كتنفخ، اللي كتجيها الدخان، كل وحده شنو كيجيها، وكيتشكاو بزاف من دوك لي بيلو تيبقاو يبدلوا فيهم. هذا فاستيريلي زعما كشهاده من عندي بانه شي حاجه مزيانه، خاص الانسان يصبر له نهار الاول واحد شويه تيولف عليه الجسم ديالو، وراه ما غادي يكون عنده حتى شي اشكال، غادي يولفو غيولي حاجه طبيعيه عنده في الجسم ديالو كانها ما كايناش، كأن جسمه طبيعي ما فيه والو. فاللي خاص يكون وضروري هو الكنترول دائما في الوقت ديالو، وما يترخاش الواحد يعني، وما يمشيش يدير كنترول وهذا وفي نفس الوقت قبل ما دير المراه ستيريلي، يعني لقرارات باتفاق هي والزوج ديالها مثلا وقررت باش دير ستيريلي، كيخصها ضروري تمشي تشوف مختص ديال النساء والتوليد وداكشي وتسولو، لان كاين الناس او كاين النساء اللي كيجي معاهم ستيريلي وكاين النساء اللي ما تيجيش معاهم. علاش؟ لان ستيريلي على حساب انا اول مره غنديرو، الطبيبه اللي دارتو لي شرحت لي مزيان وفهمتني بانه ستيريلي عنده واحد الفورما ستوندار، يعني بحال قلتي واحد الفورما ديال واحد اللباس اللي كيلبسوه الاغلبيه، واحد لاطاي اللي كيلبسوها الاغلبيه هي لاطاي ستيريلي. ملي كتكون واحد الفورما اللي شويه ما مقاداش معاه ما كيجيش معاها، فعاديه جدا.
بحال غادي تشري واحد الصباط ولا واحد الكسوه اللي هي ستوندار وانتي فورمتك كبيره ولا انتي فورمتك صغيره بزاف، ما غاديش قدك وما غاديش هي هذيك، وغادي يعني غتدير لك دي ديغا ولا شي حاجه. فيستحسن الانسان يمشي عند واحد المختص اللي يقول له واش ستيريلي يمكن له، مثلا المراه واش يمكن ليها هذيك المراه يجي معها هذا ستيريلي ولا ما غاديش يجي مع الوالده ديالها. فالا كان غادي يجي معها واخا حتى لا دارتو، ولا الا كان ما غاديش يكون هو هذاك يستحسن ما ديروش. هذا هو اللي كاين، لحقاش الاغلبيه اللي كيوقع لهم هاد الغلط ديال انهم كيديروا ستيريلي وهما يا ما غاديش يجي معاهم، هما اللي تيوقعوا لهم مشاكل من بعد، وهما اللي كيعطيو ديك الصوره يعني سيئه على ستيريلي، تيقولوا بان ستيريلي ما مزيانش وهادي وهادي، وهما راه ما صالحش ليهم في الاصل، ما كانش خاصهم يديروه، ولكن ما تلقاوش اللي يقولها ليهم او ما تيستشروش مع دكتور في اختصاصي في الدومين ولا شي حاجه، كيمشيو كيديروه، فمن طبيعه الحال النتيجه كتكون سلبيه. فهاد الساعه هادشي اللي غيمكن ليا نقول لكم، ولكن انا غادي نحكي لكم على تجربتي كامله من البدايه الى النهايه، لانني انا استفدت منه، ولكن ارتكبت واحد الغلط اللي هو انه منين بدات تتسالي مني مني هو بعدا ستيريلي ديال 10 سنين سالات المده ديالو، انا ما حيدتوش لان كانت باقا تجيني العاده الشهريه، وقلت صافي راه ما داير ليا حتى شي حاجه وخليته. ولكن كانت يعني النتيجه ماشي هي هذيك وضرني. في الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نعاود لكم اشنو هي الحوايج اللي كتخلي ستيريلي فعلا يولي مضر. وقيلا هادشي اللي غادي نكتفي به هاد المره، والمره الجايه غادي نحكي لكم تجربتي بالضبط، لانني دابا انا غادي ندير عمليه جراحيه، ممكن نديرها ممكن ما نديرهاش. دابا انا زرت شي 3 دكاتره، جوج فيهم قالوا لي غادي ديري سيزاريان باش تحيدي ستيريلي، واحد اللي زرته في المستشفى العسكري الجامعي اللي في الرباط محمد السادس، هذاك قال لي لا ما تحتاجيش ديري سيزاريان. فطلبوا معايا الله ما نديرهاش، وطلبوا معايا الله انني تخرج عاقبتي على خير، لان الاهمال هو اللي خلاني نوصل لهذه النتيجه. وهذا الشيء علاش بغيت نهضر معكم على هاد التجربه ديالي باش ما طيحوش في نفس الخطا اللي طحت فيه. نستفدت منه فعلا، وانا كنقول بان لي زافونتاج او الايجابيات ديال ستيريلي كثيره، ولكن كيخص نراقبوه باستمرار، ما نهملوش نفسنا ونهملوه لاننا لقيناه مزيان صافي ونقولوا راه حنايا مطمئنين ونخليوه. فلذلك انا غادي نعاود لكم التجربه ديالي من طبيعه الحال. هاد المره غادي نكتفيو بهذا القدر، والمره الجايه او الفيديو الماجي غادي نحكي لكم التطورات ديال هاد القصه باش نتوما تفاداو الخطا اللي طحت فيه انا. السلام عليكم، خليت لكم الراحه، تهلاو في راسكم.